عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وان شاء الله هنكمل الجزء الثالث في كأس الأمم الأفريقية. لو فاكرين احنا كنا هنلاعب المغرب في نص النهائي، وياسين هيعلق لنا على الماتشات. ازيكم يا جماعة؟ طبعا ترتيب الأهداف، صلاح ومرموش يعتبروا هما كلهم مركز أول، لأن كلهم متعادلين في الأهداف 3-3-3. في الأسيست مفيش حد من مصر في 10، يمكن في 20 كمان مفيش. بسم الله هنبدأ. هنشوف 6 دقايق. بسم الله. السلام عليكم. في تحية المهمة التعليق مع ياسين عبد الواحد. هنشوف طبعا يا جماعة وطبعا يا جماعة دي المباراة نصف النهائي، مباراة بين مصر والمغرب. طبعا تبدأ المباراة على اليمين المغرب وعلى الشمال مصر. كرة خطيرة لكن بترجع لمصر. نقل هجمة للمغرب اهو. كرة خطيرة خطيرة، هل الهدف الأول؟ لكن سيبقى خطأ كبير. فين وين مفيش أي حد غير الدفاع المغربي اهو. طبعا لسه لحد دلوقتي 18 دقيقة، ولحد دلوقتي اللي مسيطر المغرب. هنشوف مصر هتعمل ايه في تبديلات او تعمل ايه، هنشوف. صلاح، لا 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 لا. الهدف جول يا ستار. هدف اول لمصر يا عيني ان شاء الله. هدف اول وتاني وتالت ورابع كمان. لسه الماتش ما انتهاش، لسه فاضل كتير اهو. لحد دلوقتي 25 دقيقة. الحمد لله 1-0 لمصر. هل المغرب هتتعادل او هتعمل اي تبديلات عشان الورطة بتاعتها دي تمشي وتسجل جول، ولا هتلعب بنفس التشكيلة؟ كل حاجة هنشوفها في الشوط التاني ان شاء الله. نص ساعة مباراة جميلة جميلة، كانت هتبقى فيها خطورة لمرموش. طبعا اهي خطيرة، لكن الدفاع مرموش ترجع صلاح أحمد يا لعيب يا راجل الشاطها بطريقة ضعيفة قوي. لو كانت ممكن تبقى أكتر من كده كانت هتدخل جول. يلا إن شاء الله تسجل مصر. ودي خطيرة كان الدفاع المغربي مسيطر. ترجع أسرع. لا أحمد للصبح يا لعيب يا راجل دي كرة تضيعها. لو كان دخل في العمق كانت ورقص الحارس هتبقى جميلة. استنوا يا جماعة الشوط التاني ورجعنا لكم تاني يا جماعة. طبعا زي ما انتم شايفين الاستحواذ ليهم والتسديدات لينا 4 لينا، وهم ما سددوش ولا كورة. وهنبدأ في الشوط التاني ونكمل. بسم الله.
وادي اهو طبعا يا جماعة الشوط الأول الشوط التاني بيبدأ. وادي اهي قفشة، لكن دفاع مغربي لحقها، كان هيبقى خطأ دفاعي يسبب جول، ولكن يلا طبعا المغرب. مصر مش هي متعودين عليها كده، المغرب لحد دلوقتي هي اللي مستحوذة في الشوط الأول والتاني. قفشة بيلعبها لصلاح لكن تطول، ترجع للهجوم المغربي. طبعا خطيرة، لكن الدفاع نقلة هجمة بقى. يلا عايزين نفوز أكتر من هدفين، لكن حطها طويلة أكتر من اللازم. ودي أهو بطيء. طبعا احنا شايفين اهو، ترجع يستخلصها أحمد. صلاح اديها له جنبك هيبقى انفراد. يا راجل قلتلك اديها لك للي جنبك، لكن هو فكر في السؤال ده ما فكرش فيها، فعشان كده ضاعت بالشكل اللي قدامكم. اهو لسه لحد دلوقتي المغرب. صلاح برضو عايز يرقص هو برضو، لكن تضيع منه. ما هو بيفكر ان هو يرقص بس، فعشان كده بتتقطع منه بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. كانت هتبقى احسن من كده، بس يلا عادي، بنجيب هجمات تانية. وزيزو اسرع منه، ودي كان هيلحقها لكن طلع بره. ورامي التماس بيلعبها ضغط من المنتخب المصري. المغرب لحد دلوقتي مسيطرة الاتنين، والاستحواذ بتاعهم الاتنين حلو. واهو جول، لكن جاباسكي. وطبعا يا جماعة فزنا في المباراة الأولى الحمد لله، وتأهلنا للنهائي، وهنشوف هنواجه مين في النهائي. ورجعت لكم تاني يا جماعة، وطبعا هنواجه اسمها ساحل العاج في النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنطول الفيديو شوية، هنخليه 8 دقايق الماتش، وهنخلي الكورة دي عشان أنا بحبها. بسم الله. غلط منه، دي غلط منه. هنروح اهو. حلوة أوي دي، حلوة الكيرف بتاع الشوط أوي. يا دي لو اتقطعت. طبعا المنتخب ده صعب جدا، سهل عاد صعبة جدا، ده ممكن نجيبها في الجون. مشطهاش. طبعا الاستحواذ حتى الآن 58.
يا لا 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 لا، خطر 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 جول. يا لعيبي جراسكي، جراسكي هياخد افضل حارس. ولد يا جراسكي. يا لعيب يا باهر. يلا روح يا مرموش. يا ابني وقف. حلوة دي، جميلة جميلة صلاح. يا لعيب، حلوة دي والله. لكن الحارس كويس خالص الحارس. عم حلوة من باهر. الولد دي لو اتقطعت يا. يا لعيب. نخلي بالنا نخلي بالنا. الحمد لله. طبعا احنا مسددين اكتر منهم. لا ثانية، احنا الاتنين مسددين زي بعض. يا لعيب يا لعيب. لعيب يا ابني. يا ولد يا مرموش. لو اتقطعت دي. يا ولد. يا نهار ابيض. لسه حتى الآن 0-0. يا ولد. يا نهار ابيض. شفت الكرة اللي فاتت دي؟ لو اتقطعت كان زمانها جون. او يا ولد يا زيزو، لبس الاتنين في بعض. يا نهار ابيض على الحارس. بص الكرة دي لبسهم الاتنين في بعض. خطيرة الكرة دي، خطيرة الكرة دي، خطيرة خطيرة. ولد يا عمرو. لسه روح يا صلاح، روح يا صلاح، روح يا صلاح. انتهى الشوط الأول 0-0. وطبعا احنا مسددين 5 وهم مسددين 4. طبعا التسديدات أكتر والاستحواذ أكتر. ولد مرموش سريع سريع والله. يا راجل يا راجل يا راجل. يا ولد يا ولد يا صلاح. جنب يا صلاح، حلوة أوي دي. شوف لف ازاي، بذكاء بذكاء بذكاء. حطها في الجول. جول أول واللي هيوصلنا للفوز بالكاس.
ولد يا زيزو ولد. تتقطع تاني؟ لا ما تعالش المرة دي. يا ولد يا زيزو يا ولد، فاضي فاضي لوحده. يا ولد جون مرموش. عمر مرموش عمر مرموش يا ولد. قطعت دي. نرجع الحارس، والحارس بيغلط يعني لو مكان مش هرجعها له. خطر دي خطر دي خطر دي. من واحد طبعا لينا احنا ان شاء الله نحافظ ما يجيبوش جوان علينا. يا ولد يا باهي. حلو قوي دي. يا ولد لو روح، لو دخلوا كله. خطيرة دي خطيرة. يا خبطت في زميله، خبطت في زميله، ممكن تكلفهم جون. ومرموش مرموش. يا راجل يا راجل يا مرموش. يمسيها تاني ويغلط. لا ما يغلطش المرة دي. ولد ولد ولد. لو العرضة دي حلوة وجون. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. عمر مرموش حكاية والله يا ابني، اسطوري. لمسها الحارس؟ ملمسهاش. الدفاع عندنا جامد. يا لعيب. خطيرة دي يا ولد. أكرم توفيق. خطيرة يا لعيب. حلوة يا ولد، الحلوة دي جميلة دي جميلة دي. صلاح صلاح مصطفى محمد. يا ولد العرضية حلوة من زيزو. صلاح 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 صلاح. يا لعيب يا صلاح. حلوة أوي دي منك يا زيزو، والله زيزو ده عالمي. يمكن في المباراة دي بس عمل أسيستين أو 3. الجول كلها كانت في نفس الزاوية. ولد دي لو اتقطعت، ولد دي لو بصها الحارس، ولد دي لو اتقطعت مرموش. يا لعيب يا لعيب يا مرموش. 5-5. صلاح القطع. طبعا لسه المباراة خطر. يا لعيب. لعيب يا أكرم توفيق. مرموش. ولد صلاح لو راح. صلاح لو اتقطع. يا حلو. يا خطائر. على ما أعتقد كده مرموش أعلى من محمد صلاح في الأهداف. يا ولد. خلاص انتهت المباراة وانتهى اللقاء.
بفوز غالي لمصر وتفوز بكأس الأمم الأفريقية. مصر كده البطلة. وطبعا بص، احنا متفوقين يا جماعة بالفوز ده، تكون مصر فازت بكأس الأمم الأفريقية أو كومبليتد. هنشوف من دور السيمي فاينلز فزنا 3-0 و0-0 في المباراة الأولى. في المباراة التانية كنا خسرانين 2-1. ماشي، المهم يعني كنا خسرانين 2-1 وفزنا 8-1. في الجروب ستيج فزنا 3-0 ضد تونس، 1-0 ضد السنغال، و0-0 ضد مالي. وفزنا ضد توجو 3-2، وفي نص النهائي 1-0، وفي النهائي 5-1. وطبعا مرموش وصلاح هما الاتنين متساويين في الأهداف. الاتنين خدوا اللقب كأفضل هدافين في البطولة. والأسيستات حرام بصراحة، ازاي يعني ان زيزو مش موجود؟ يعني زيزو عامل أكتر من أسيستين. وفي الإنقاذات أكتر واحد أنقذ كان الحارس الجنوب أفريقي، واحنا مخدناش طبعا، ولا هنا مخدناش انذارات. وبكده يا جماعة اكتبولي في التعليقات لو عايزين نلعب ايه في دول: كأس العالم، ولا كأس الأمم الأفريقية خلصناه، ولا كأس الأمم الآسيوية، ولا كأس أمريكا اللاتينية، ولا أوروبا. مع السلامة.